السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم. ورجعنا معاكم تاني عشان نحل تقييمات الأسبوعية، والنهارده هنبدأ بالتقييم الأسبوعي الأول، وإن شاء الله مكملين مع بعض الأسبوع التاني والتالت والرابع بإذن الله لغاية ما نخلص الشهر الأولاني، ونكمل بعد كده الخامس والسادس لغاية ما نخلص بإذن الله كل التقييمات بتاعتنا، وكتاب التقييمات كله يكون بين إيديكم محلول إن شاء الله. يلا بينا نبدأ تقييم الأسبوع الأول مجموعة ألف. بيقول السؤال الأول: نص استماع متحرر. بيقول استمع الى النص المتحرر، النص اللي عندك في الكتاب اسمه العولمه وتغيير القيم المجتمعيه. خلي بالنا يا شباب ان قرار التوجيه الجديد ان امتحاناتنا كلها من قلب الكتاب ومن مضمون الكتاب، يعني عندي القراءه بتاعتي انا ملزم بيها معاني واسئله، وعندي النصوص ملزم بيها معاني ومواطن جمال، تمام كده، والنحو طبعا زي ما هو. فنبقى مركزين جدا في موضوعات الكتاب بتاعتنا، وان شاء الله هننزلها في مراجعات كامله شرح وحل باذن الله معاكم ومكملين. فبيقول العولمه وتغيير القيم المجتمعيه. الناس دي كانت بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن العولمه. العولمه ان العالم النهارده اصبح قريه صغيره، كلنا بنقدر نتصل ببعض في اي وقت وبسرعه جدا. طيب تعال نشوف نص العولمه. بيقول انه لكل انسان جذور يفتخر بها وتاريخا يمده بالقوه ولغه تعبر عن روحه ودينا ودينا وثقافة يشكلان وجدانه، وهذه العناصر جميعها تسمى الهوية. يبقى ايه عناصر الهوية؟ يبقى انا وانا بقرا كده بقى مركز ايه عناصر الهوية عندي؟ اللغة، الدين، الثقافة. فالهوية هي ما يجعل الشخص مميزا وفريدا. يبقى ايه أهمية الهوية؟ تجعل الشخص ايه؟ الأهمية اهي. يبقى انا وانا بقرا كده ابقى احلل النص. الهوية هي ما يجعل الشخص تجعل الشخص مميزا وفريدا، وهي التي تجعلك حين تقول أنا مصري تشعر بعزة وفخار، لأنك تنتمي إلى وطن عريق صنع حضارة علمت الدنيا وخلدت أسماء حملت راية العلم والإبداع. وللهوية أهميتها للفرد والمجتمع. أهمية بقى الهوية هنا إيه للفرد والمجتمع؟ أن تعزز الشعور بالانتماء للوطن، كما تجمع الأفراد حول أهداف مشتركة، وتسهم في تعزيز الوحدة الوطنية، وتشجع الأفراد على المشاركة الفعالة في تنمية بلادهم والدفاع عنها، والإسهام في بناء مجتمعات قوية قادرة على مواجهة التحديات التي تعترضها. يبقى دي أهمية الإيه؟ لو جه قال لي إيه أهمية الهوية؟ طيب العولمة بيقول ولكن هذه الهوية تتعرض في أيامنا لرياح عاتية تسمى العولمة، وتكمن خطورة العولمة. خطورة العولمة دي بقى موجودة فين؟ إنها بتهدد القيم الأصيلة للمجتمعات والتنوع الثقافي الذي يميز هذه المجتمعات، فلا يعتز الإنسان بلغته. غير أن العولمة ليست شرا محضا. في ناس تانية بتقول لك لا، العولمة ليها سلبيات وليها إيجابيات. يبقى أنا عندي كده رأيين، في سلبيات فوق اهيت، وبعد كده يبدأ يتكلم في الإيه؟ في الإيجابيات. فبيقول غير أن العولمة ليست شرا محضا. بتعمل إيه بقى إيجابياتها؟ تفتح أبواب المعرفة وتقرب المسافات وتتيح لنا أن نتعلم من تجارب الآخرين ونسهم في بناء حضارة إنسانية مشتركة. ولكن الشرط، إيه شرط بقى الاستفادة من العولمة؟ أن ندخل هذا العالم الفسيح ونحن متمسكون بجذورنا معتزون بهويتنا ولا نتنازل عنها. يبقى أنا لو طلعت كده بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. ليس للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي دور في انتشار العولمة. الجزء ده ما خدناهوش وما اتكلمناش عنه. فبيقول هنا إيه؟ بيقول فالمواطن المصري يستطيع أن يكون عالميا منطلقا. يعني احنا ممكن نقدر نكون عالميين بانطلاقنا. انطلاقنا منين؟ من هويته. فإذا تحدث بلغته العربية وأبدع بعلمه وفكره وأخلص في عمله ورفع راية وطنه عاليا صار خير ممثل لمصر في كل محفل. إن العالم لا يحترم من يتنصل يخرج من هويته، بل يقدر من يحافظ عليها ويحسن عرضها. فلتكن يا بني مصريا أصيلا عالميا في رؤيتك وعملك. دي نصيحة بيوجهها الكاتب لكل شبابنا، إن احنا نتمسك بلغتنا اللغة العربية، لأنها لغة القرآن الكريم، ودي هي أساس ثقافتنا وروحنا وعاداتنا وتقاليدنا اللي لازم نحافظ عليها ونتمسك بيها قدام الطوفان اللي احنا بنشوفه النهارده.
بيقول ليس للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي دور في انتشار العولمه؟ لا غلط طبعا، ليهم دور. يرى البعض للعولمه سلبيات ولها كذلك بعض النواحي الايجابيه، قلنا الكلام ده صح. من خلال النص ايه المقصود بمصطلح العولمه؟ اقول له ايه؟ جعل العالم قريه صغيره نتعلم منها مهما بعدت المسافات. ده اختصار للتعريف الكبير بتاع الايه؟ العولمه. والحد من خلال النص خطر من اخطار العولمه وبين كيف نحمي انفسنا منه. قلنا ايه خطر العولمه يا شباب؟ بتعمل ايه؟ تكمن خطوره العولمه في انها تهدد القيم الاصيله للمجتمعات. تهدد القيم الاصيله للمجتمعات. يبقى العولمه هنا من اخطارها ايه؟ تهدد القيم المجتمعيه للمجتمعات. بتحاول تغير من عاداتنا وقيمنا وتقاليدنا. طيب من خلال النص خطر من اخطار العولمه قلنا خلاص، وازاي نحمي نفسنا منه؟ نكمل الاجابه بتاعته. الاجابه فين؟ اهي. نحمي نفسنا ازاي؟ ندخل العالم الفسيح ونحن متمسكون بجذورنا معتزون بهويتنا. يبقى عدم التنازل عن هويتنا والتمسك بها والاعتزاز بها. مراجعة على قواعد النحو والإملاء. احنا اتفقنا ان لما يجي لي اي قطعة نحو اول حاجة لازم اعملها اقسم القطعة الكبيرة دي لمجموعة من الجمل. ازاي؟ بعد الفصلات والنقط. بيقول احرصوا على ما ينفعكم ويفيد امتكم، فهو سبيل عزتكم ورقيكم، وكونوا مخلصين لوطنكم، واعملوا على رفعته وفاء لحقه واعترافا بجميله لتستمر مسيرة تقدمه وتعيشوا وأنتم أعزة. يبقى أنا قسمت القطعة الكبيرة دي لجمل صغيرة. فأول كلمة عايز يعرفها هي كلمة سبيل. فين كلمة سبيل؟ أهو. إيه اللي قبلها؟ هو. فإحنا قلنا أي ضمير منفصل بيعرب مبتدأ واللي بعده خبر. يبقى أي ضمير أنا، نحن، هو، هي، هما، هم، هن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن أشوفه مبتدأ والكلمة اللي بعده خبر، يبقى أعربه ضمير مبني في محل رفع مبتدأ والكلمة اللي بعده على طول خبر. فسبيل هنا جاي بعد الإيه؟ المبتدأ، جاي بعد الضمير، يبقى على طول تعرب إيه؟ خبر. إعراب كلمة وفاء لحقه. كلمة إيه؟ قل واعملوا على رفعته. اعملوا هنا الجملة اسمية ولا فعلية يا شباب؟ جملة فعلية، برافو عليكم لأنها بدأت بفعل. اعملوا. هنسأل بمن وماذا وكيف ولماذا. قلنا إجابة من؟ فاعل. إجابة ماذا؟ مفعول به. إجابة كيف؟ حال. إجابة لماذا؟ مفعول لأجله. هنجرب كده. مين اللي هيعمل؟ أنتم. اعملوا أنتم اللي هو الجماعة. ماذا تعملوا؟ مفيش إجابة. محدش يقول لي على رفعة وطني لأن على رفعته يبقى ده جر وإيه؟ ومجرور. طيب كيف نعمل على رفعته؟ ما جابليش الطريقة، يبقى مفيش حال، يبقى دي مش مفعول به ولا حال. طيب يبقى دي مش مفعول به وما هيش فاعل. خلاص كده؟ ولا هي حال. لماذا نعمل على رفعة وطننا؟ الوفاء لحقه. يبقى إجابة لماذا دايما بتبقى مفعول لإيه؟ لأجله. استخرج من الفقرة اسم مبني. احنا خدنا المعرب والمبني من الأسماء. قلنا أول الأسماء المبنية الضمائر كلها مبنية. أسماء الإشارة مبنية ما عدا هذان وهاتان. الأسماء الموصولة ما عدا اللذان واللتان. أسماء الشرط ما عدا أي. أسماء الاستفهام ما عدا أي. وبعض الظروف زي مذ ومنذ وأمس والآن وإيه؟ وحيث. دي ظروف الإيه؟ المبنية. فهو عايز اسم مبني. أول حاجة تدور على ضمير. فأنا عندي كلمة هو. نوع إيه؟ ضمير. طب في غيره؟ في كتير. ما ينفعكم ادي اسم موصول. امتكم ضمير متصل.
عزتكم ضمير متصل، رقيكم ضمير متصل، كونوا واو الجماعه ضمير متصل، وطنكم ضمير متصل، واو الجماعه ضمير متصل، رفعته هاء الغيبه لحقه الهاء، بجميله الهاء، تقدمه الهاء، واو الجماعه في تعيشوا انتم. خلاص كده كل دي ضماير. اسم معرب بعلامه فرعيه، لما يطلب منك اسم معرب يبقى اي اسم اقوله الف ولام. طيب طلبوا اسم معرب بعلامه فرعيه، هي ايه العلامات الفرعيه؟ في الرفع الواو، خلاص كده، والالف. طيب في النصب الكسره والياء والالف. في الجر الياء. في الجر ليه؟ الياء. يبقى انا هنا بدور على ايه؟ اول ما يقول لك اسم معرب علامه فرعيه ريح دماغك خالص، دور على اسم مثنى او جمع مذكر او اسماء خمسه. كان بيقول احرصوا على ما ينفعكم ويفيد امتكم فهو سبيل عزتكم ورقيكم وكونوا مخلصين. يبقى مخلصين اسم معرب بعلامه فرعيه وهي هنا ايه؟ خبر كان منصوب بالايه؟ بالياء. فعل معرب وفعل مبني. احنا اتفقنا مين الفعل المعرب؟ فعل مضارع مفيش في اخره ولا نون توكيد ولا نون نسوه. ندور على فعل مضارع قال ايه؟ لتستمر. طب فعل مبني ماضي او امر. ماضي او امر قال ايه؟ احرصوا. ده فعل ايه؟ امر. السؤال الثالث اكتب بخط النسخ. طيب المجموعه باء برضو نص العولمه وتغير القيم المجتمعيه. بيقول من اهم مصادر الانتماء للهويه العربيه الاهتمام بالوطن. اهم مصادر الهويه الاهتمام بالوطن. طبعا الكلام ده صح. من اهداف الدول الكبرى طمس هويات الامم لتحقيق الربح المادي. ايوه الكلام ده صح. ومش بس بربح مادي، هم عشان يقتلوا الشعوب دي ويذلوها ويخلوها عبيد عندهم. بيقول حدد احدى الوسائل التي يهدف اعداؤنا من خلالها الى اضعاف هويتنا. ايه الوسائل اللي بيستخدموها؟ تدمير ايه؟ جعل الناس يتنصلون من هويتهم وتقليد النماذج السيئة والعادات القبيحة. ان احنا نتنازل عن هويتنا ونتنصل منها ونطلع منها ونبدا نقلد النماذج الايه؟ السيئه. طيب مراجعه قواعد النحو في النموذج بيقول تعيش الامه عزيزه عندما تعزز عناصر الهويه وتحيي عاداتها الايجابيه اعتزازا بها وتفخر بماضيها وما له من امجاد تحققت سيظل صداها يرن حتى الان. احنا اتفقنا هنعمل ايه؟ هنقسم القطعه لجمل. كلمة الهوية، فين الهوية؟ أهي. الكلمة هنا، الهوية جاية في آخر الجملة. خلاص؟ ومعرفة. وقبلها نكرة، وأنا عارف معرفة زائد نكرة. تدي حاجة؟ قال لي لأ ما تديش حاجة. إنما نكرة زائد معرفة. المعرفة هنا تعرب إيه؟ مضاف إليه. خلاص كده؟ إنما نكرة ونكرة نعت. معرفة ومعرفة نعت. يبقى دي مش معرفة ومعرفة ولا نكرة ونكرة، دي مش نعت. ودي مش خبر لأن دي مش جملة اسمية. تعيش فعل لازم مش فعل متعدي فده مش مفعول به. يبقى الإجابة هنا مضاف إليه. احنا قايلين نكرة ومعرفة مضاف إليه. اعتزازا وتحيي عاداتها. تحيي الفعل هنسأله بمن وإيه؟ وماذا ولماذا. لماذا تحيي عاداتها الإيجابية؟ الاعتزازا بها. يبقى ده مفعول لإيه؟ لأجله. استخرج من الفقرة اسم مبني. اتفقنا اسم مبني ندور على ضمير، اسم إشارة، اسم موصول. تعيش الأمة عزيزة عندما تعزز عناصر الهوية وتحمي عاداتها. دي ضمير متصل. دي ضمير إيه؟ بماضيها وما له من أمجاد تحققت. يبقى أنا ممكن أقول له إيه؟ وحتى الآن. يبقى واحد شاطر هيكتب الآن. ده ايه؟ ظرف زمان. طيب عايز فعل ناسخ وبين نوع خبره. فعل ناسخ. الافعال الناسخه اللي هي ايه يا شباب؟ كان واخواتها. كان، اضحى، اصبح، امسى، بات، صار، ظل، ليس،
ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك، ما دام. خلاص كده دي اسمها الافعال الناسخه. فانا بدور هنا قال لي ايه؟ سيظل. يبقى الفعل الناسخ هنا ايه؟ سيظل. طيب فين خبره؟ مين اللي هيظل؟ صداها. صداها ماله؟ قال يرن. يبقى يرن خبر جمله ايه؟ فعليه. فعل معرب قلنا ندور على الفعل المضارع. تعيش. يبقى تعيش ده فعل ايه؟ معرب. وفعل مبني ندور على ماضي او امر. عندي كلمه ايه؟ تحققت. ده فعل ايه؟ ماضي. بعد كده خط النسخ والرقعه. نروح لمجموعه ج بيقول نص الهويه والعالميه. ضع علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه خطا امام العباره الخاطئه. تاريخ الانسان واصوله تمده بالقوه وتدفعه الى الاستمرار. تاريخ الانسان واصوله تمده بالقوه؟ طبعا. لا احد يستطيع الحفاظ على هويته في ظل الانفتاح الثقافي. الكلام ده غلط. لو اعتزينا بثقافتنا وبلغتنا نقدر نواجه كل التحديات دي. حدد من النص هدف من اهداف العولمه. احنا لسه قايلين اهداف العولمه كانت ايه؟ تكمن خطوره العولمه في انها تهدد القيم الاصيله للمجتمع، انما هي بتهدف لايه؟ تفتح ابواب المعرفه وتقرب المسافات. تفتح ابواب المعرفه وتقرب المسافات. تفتح ابواب المعرفه وتقرب المسافات. مراجعة النحو بيقول لكل أمة خصائصها التي ميزتها عن غيرها، ولكل شعب عاداته وتقاليده التي ظلت تعبر من جيل إلى جيل، يتوارثونها ويحافظون عليها، فهي جسر تواصلهم والسياج الذي يحميهم من الذوبان في عصر العولمة. إعراب كلمة جسر زي اللي فاتت. جسر قبلها ايه؟ ضمير منفصل. اي ضمير منفصل مبتدا واللي بعده خبر، يبقى جسر هنا تعرب خبر. عايز اسم مبني قلنا ندور على ضمير او اسم موصول او اسم اشاره. عندي ايه؟ ممكن اقول هي ضمير. طب حد شاطر تاني هيقول لي طب ما انا عندي التي، هكتب اسم موصول. برافو عليك. في تاني عندي خصائصه ضمير متصل. التي ميزتها ميزتها غيرها عاداته تقاليده. التي يتوارثونها يحافظون واو الجماعة عليها، فهي تواصلهم. الذي اسم موصول يحميهم. كل دي اسماء مبنيه. كل دي اسماء مبنيه. فعل ناسخ وبين اسمه. فعل ناسخ يبقى مدور كان واخواتها. قال هنا ايه؟ ظلت. ما هو ظل ده فعل ايه؟ ناسخ. كان، اضحى، اصبح، امسى، بات، صار، ظل. مين اللي ظلت؟ هي. ما ظلت ايه؟ التعبر. تعبر ده فعل، يبقى هنا الخبر جمله فعليه. فعل معرب بعلامه فرعيه. نركز لما يقول لي فعل معرب بعلامه فرعيه دور على اي فعل من الافعال الخمسه. طب ايه هي الافعال الخمسه؟ اي فعل مضارع اتصل بيه واو الجماعه. الف الاثنين هي المخاطبه المؤنثه. فهندور كده نقول ايه؟ يحافظون، يتوارثونها برضو صح. بعد كده الخط. كده الموضوع سهل. وكده بنكون انتهينا من إجابة التقييم الأسبوع الأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولينا لقاء تاني مع التقييم التاني والتالت بإذن الله. نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.